ازاي يا ابني العميل لغى بعد ما حجز؟ ده انا سايبك وهو قاعد بيمضي. هو انت قلت له ايه؟ مستغرب هو ليه لغى؟ تمام تمام، ما تجيلي. زي ما اتعلمنا ان في كلمات وجمل لازم تقولها وانت بتبيع، في كلمات وجمل اوعى تقولها وانت بتبيع. انا جاسم وليد، سيلز مانجر اند بارتنر في شركه اس اتش جروب انفستمنتس. عندي خبره في المبيعات العقاريه تخطت ال7 سنين، وخبره في المبيعات عموما تخطت ال11 سنه، وعملت مبيعات عقاريه في وقت قصير جدا تجاوزت المليار و500 مليون جنيه. ودرت فريق من البياعين الشطار قوي على مدار 7 سنين تخطى عددهم ال 400 بياع، وعملت تريننج ودربت بياعين مبتدئين تخطى عددهم ال 950 بياع. جاي النهارده اعلمك ازاي تكون بياع شاطر، وده كورس شامل لاحتراف العمليه البيعيه من الصفر وفهم طبيعه تفكير كل عميل. هيكون مجانا تماما على الشانل بتاعتي. كل اللي محتاجه منك تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده من الكورسات بتاعتي. والنهارده الحلقه بتاعتنا هتكون بعنوان كلمات وجمل اوعى تقولها وانت بتبيع. هعرفك فيها 14 جمله اوعى تستخدمهم في البيع، لان غالبا هيعطلوك جامد جدا، ممكن تضيع على نفسك فرصه كبيره جدا زي اللي ضاعت في اول الفيديو. اول كلمه وهي علشان اكون صريح معاك، ودي بلاش تستخدمها لانها بتدل انك ما كنتش صريح معاه من البدايه، وطبعا مفيش عميل بيحب كده، وهيبتدي يركز في كلامك جدا ويبتدي يراجع كل الكلام اللي قلته له قبل كده، وبنسبه كبيره هيشك فيه. مساء الخير يا فندم، اسف على الازعاج. تاني حاجه وهي اسف على الازعاج، ودي كلمه شهيره جدا وناس كتير قوي بتستخدمها وبتستغرب ليه مش بتبيع. الكلمه دي بتبين قد ايه انت في موقف ضعف، وده طبعا غلط لانك مش لوحدك اللي محتاج العميل، العميل كمان محتاجك. فطبعا لازم تبين ان انت في موقف قوه مش موقف ضعف، والعميل يحس ان انت بتقدم له خدمه هو مش هينساها لك طول العمر، وانك بتوفر عليه وقت ومجهود كبير جدا بانك بس بتساعده. ثالث حاجه وهي انا بس بتابع معاك، دي بتبين ان انت بتلح على العميل وان انت بتضغط عليه ضغط اكتر من اللازم، وان هو كده مش لازم ياخد قرار. طب ايه الافضل؟ الافضل ان انا اسال العميل ايه الحاجه اللي لو اتغيرت في العرض انت ممكن تاخد القرار وقتها، لان انا كده هبقى عرفت هو ليه مأخر انه ياخد القرار، مش مجرد ان انا بكلمه كل شويه وبلح عليه بس. وفي الحاله دي لو عرفت بجد ايه اللي مضايقه وقدرت اغيره بنسبه كبيره، العميل ده ممكن يغير رايه ويشتري. اما بقى رابع حاجه وهي ايه لسه ما رضيتش عليها لحد دلوقتي، ودي بتحسس العميل بالذنب وتحسسه انك عامل عليه كماشه او عامل عليه حصار، والعميل ما يحبش ابدا يحس ان هو محاصر. طيب ايه الافضل؟ الافضل ان انا اسيب كارت للاخر اجيب بيه العميل تاني لما حماسه يقل. يعني لو انا معايا 4 كروت ما ينفعش احرقهم كلهم. لو بتلعب كوتشينه ومعاك ولدين غلط انك ترمي الاثنين ورا بعض، لازم يبقى معاك واحد ينزل في الوقت المناسب. صح ولا غلطان؟ اما بقى خامس غلطه البياعين بيقعوا فيها وهي انه يقارن منتجه بمنتج منافس، وان يطلع ان منتجه خارق ومنتجه رهيب. ده طبعا غلط جدا، ودي بتبين ان عندك ميول واضحه لمنتجك وانك عندك ولاء واضح للمنتج ده، وده طبعا ممكن ما يكونش صح، وانك بتعمل كده بس عشان يشتري معاك، وان مصلحتك اولى من مصلحه العميل، وطبعا العميل ما يحبش كده ابدا. صح ولا غلطان؟ طيب ايه الافضل؟ الافضل اني ما اجيبش سيره المنافس خالص، ولو العميل سال عن المنافس اجاوب بمنتهى الحياديه والاحترام، وما اجيبش سيره منتج المنافس بسوء. بالعكس انا هظهر اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت في المنتج بتاعي او الميزه التنافسيه باختصار، من غير ما اذكر عيب واضح في المنافس. سادس حاجه ودي من اكتر الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا، وهي ان السيلز بيعلي توقعات العميل اكتر من اللازم، ودي عملت عليها فيديوهات كتير. ما ينفعش يكون حدودك قد كده وتبين للعميل انك تقدر تعمل كل حاجه. العميل بيجي لك عشمان جدا، عشمان فيك وفي امكانياتك، ولما يجي يلاقي ان توقعاته كانت اعلى من الواقع ده بينزله كتير جدا، فده طبعا بيضرك اكتر ما بيفيدك. خليك واقعي وخليك حيادي. ولو لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي وشايفه مفيد بالنسبه لك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وتعمل شير للفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بالسيلز. نرجع لسابع نقطه وهي انك ما ينفعش تقول للعميل ما حصلش، انك كده بتبين ان هو كذاب، وانك بتحول النقاش بينكو لفايت، والعميل ابدا ما يحبش يخسر الفايت. وانت لو كنت شاطر وقدرت تكسب الفايت فاحب ابشرك انت خسرت العميل وخسرت البيع. فمن حاجه وهي ان لو العميل اشتكى من المنتج اوعى تقول له انه اول حد يشتكي من المنتج ده، لانك كده ببساطه بتقول له انت غبي بس بطريقه غير مباشره، وطبعا بتحفزه انه يخلق مشكله معاك ويحول الموضوع لموضوع شخصي. فطبعا العميل هيتعصب وحضرتك هتقوم قايل له اهدى، فتبين له قد ايه ان هو كمان متعصب، وهتحول الموضوع لخناقه رسمي. وطبعا نفس الكلام في تاسع جمله، ان العميل لو اشتكى من حاجه اوعى تقول له ما حصلش، لانك كده برضه بتقول له انك كذاب
وانك كده بتحول الموضوع لبيرسونال او موضوع شخصي، فطبعا البيعه كده استحاله تتم. طب ايه الافضل في النقطتين اللي فاتوا دول؟ الافضل ان اسمع مشكله عميلي لحد الاخر وفي النهايه اأيده، وافتكر انك لو أيدت عميلك لازم هيأيدك، وانك لازم تحسسه انك انت في صفه وانك هدفك تحل له مشكلته. اما عاشر غلطه وهي انك تقول للعميل ارجع للشخص اللي باع لك. لازم هنا اعرف ان كل البياعين في الشركه دي لازم يكون ليهم نفس الشخصيه، وان الشركه بتتعامل مع العميل على انها شركه مش انها اشخاص. ما ينفعش تحدف العميل من شخص لشخص وتحسس العميل انه بيتعامل مع اكتر من شخص وان هو تايه ومتدبس. لازم كل المنظمه تكون بتتعامل بنفس الشخصيه. حضرتك غلطان او حضرتك فهمت غلط، ودي الغلطه رقم 11 اللي بتخلي العملاء احيانا تاخد جنب. العميل بيحب دايما يحس ان هو على حق، وافتكر ان احنا من صغرنا بنسمع جمله الزبون دايما على حق. هو بقى بيحب يحس بده، حسسه بيه. مجنني بس يا مروان حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت، اعمل ايه؟ وهنا عندنا مفتاح سحري، وهو طبعا انك تقول للعميل انت صح بس الافضل كذا، او انت صح بس الواقع كذا. يعني ايده يأيدك. اوعى تبدا كلامك بالللاسف او لسوء الحظ، دي بتوصل شعور سلبي جدا وبتخلي العميل يتقفل كده منك. طيب لو العميل مثلا طالب 3 اكسبشن وفي 2 اتقبلوا وواحد اترفض، ما اقولوش للاسف ما عرفتش اجيب ال3 اكسبشن، هقول له انا جبت لحضرتك الاكسبشن رقم 1 والاكسبشن رقم 2 والاكسبشن رقم 3 لسه هنحاول فيه تاني. طب لو هو مرفوض خالص هنقول له احنا جبنا لحضرتك اصعب 2 اكسبشن من ال3، لو حضرتك حابب نجيب التالت ونتنازل عن واحد من الاثنين دول مفيش مشكله. وهو طبعا هيأيد الاثنين الاصعب. ودي كانت الغلطه رقم 12. الغلطه رقم 13، بلاقي ان بياعين كتير قوي مش عارفه البرودكت بتاعهم، ولو كان عارف البرودكت بتاعه كويس ما بيكونش عارف المنافسين بتوعه، فطبعا بيقول كلام هو مش واقعي. النهارده احنا في 2025، العميل عنده مصادر وريسورسز قويه جدا انه يذاكر ويجمع معلومات، ابسطهم شات جي بي تي والاي اي. فما ينفعش حضرتك معرفتك بمنتجاتك تكون اقل من المعرفه اللي عند العميل وتكون معتمد بس على الفهلوه. الكلام ده كان بينفع زمان، ما بينفعش دلوقتي. لازم تبقى 100% عندك نوليدج بالبرودكت بتاعك و100% عندك نوليدج بالسوق والمنافسين بتوعك. ده هيودينا للغلطه رقم 14 والاخيره، وهي انك تكون مصدق في المنتج بتاعك. صدقني لو انت مش مصدق المنتج اللي بتبيعه او الخدمه اللي بتبيعها عمرك ما تشتريها، وده هيوصل للعميل ازاي؟ لو انت مصدق منتجك هتتكلم عنه بمنتهى الحماس، وانك بتتمنى انك تكون مكان العميل، وفعلا لو انت مكانه هتشتري المنتج ده. لو ده ما حصلش واتطبق بالظبط، حضرتك بتبين للعميل انك بتضلله او بتبيع له لمجرد مصلحه. ولو حسيت انك بجد استفدت ومستني الحلقات الجايه من الكورس بتاعنا، اتمنى تساعدوني نوصل الفيديو ده ل1000 لايك ونوصل للشانل ل 10000 سبسكرايب، لان بجد الموضوع متعب جدا ومرهق جدا ويستاهل ان الناس تشوفه. وبس كده، كان معاكم جاسم وليد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.